سلم طفل سوري نفسه إلى قوات الأمن العراقية أمام مسجد في بغداد منذ أيام. وأوضحت تفاصيل القضية أن تنظيم داعش المتطرف أرسله لتنفيذ عملية انتحارية، ما يفتح النقاش من جديد على قضية تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المتطرفة. في 17 من الشهر الحالي كان الطفل السوري أسيد برهو يلبس حزاما ناسفا أمام مسجد شيعي في بغداد. لم يمضي وقت طويل حتى اتجه إلى قوات الأمن وسلم نفسه ليستطيع الهرب من قبضة مجنديه تنظيم داعش. الطفل السوري ذو 14 من عمره كان يحب كرة القدم ومشاهدة الأفلام، كما يعشق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ويحلم أن يصبح طبيبا بحسب معلومات نشرتها عنه صحيفة نيويورك تايمز. لكن عندما سيطر التنظيم المتطرف على مدينته منبع شمال حلب أجبر على الالتحاق بمعسكر التدريب والعمل في صفوفه ثم تنفيذ عملية انتحارية. الطفل يظهر هنا بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن في فيديو بثته قناة العراقية. هاي به الأمان وهذا صاعق الرمانة مربوط وياهن. لا كل واحدة لحالها مربوط وياهن. أوكي، انزع اللي مالتك القميص. نزعت القميص هنا. يعتقد أن التنظيم يجند ما بين 200 و300 طفل في صفوفه شهريا، كيف لا وهو يجبر ذويهم على إرسالهم إلى معسكرات التدريب التابعة له كما حصل مع أسيد. المقاتلون الأطفال يشملون أيضا أبناء المقاتلين الأجانب القادمين إلى سوريا. يظهر في هذا الفيديو الذي يعتقد أنه صور في الرقة مجموعة من الأطفال في مخيم التدريب لا يتكلمون العربية، وعرف أحد الأطفال عن نفسه بأنه من كازاخستان. يتم تدريب هؤلاء الصغار ليس فقط على فنون القتال واستخدام السلاح، لا بل على إعداد المفخخات والمتفجرات والتدريب على العمليات الانتحارية، وهذا ما تؤكده أيضا تقارير الأمم المتحدة. ماريا شحادة، العربية.